أهلا بيكو في كايرو جاردن بودكاست. عمرك سمعت الكلمة دي قبل كده؟ هي إيه اللي خلاها تلبس كده؟ أو هي إزاي نزلت من بيتها ولابسة كده؟ أو إزاي أهلها شافوها وهي لابسة كده وهي نازلة؟ وبرضو في ناس تانية بتقولك طب ما هي حرة تلبس اللي هي عايزاه، أو أنا حرة ألبس اللي أنا عايزاه ومحدش ليه دعوة، المفروض هو ما يبصش. طيب السؤال هنا بيقول، خلينا نبدأ بالجزء الأولاني، هي إيه اللي هي لابساه ده؟ طيب أنا عندي زي ثيوري كده، أو عندي زي مصطلح أو فكرة في الموضوع ده. كنا بنهزر ونضحك بيها زمان أنا وأصدقائي، وهي فكرة برضو منطقية شوية لو فكرت فيها. دلوقتي خلينا نتخيل إن في واحد ماشي في الشارع لابس بلطو أبيض وحاطط سماعة على رقبته، والراجل ده ماشي في الشارع عادي من غير ما يفتح بقه أو يتكلم أو تعرفه أو أي حاجة خالص. انت هتأسيوم او هتستنتج ان الراجل ده دكتور، صح ولا انا غلطان؟ طيب خلينا نتخيل واحد لابس افرول ازرق وعلى جسمه شحم وعلى وشه شحم وشعره منكوش شوية وماسك في ايده زي حاجة كده من الحاجات اللي بيستخدموها في تصليح العربيات. اوتوماتيك انت هتتخيل ان الراجل ده ميكانيكي. بنفس الكونسبت ده او بنفس المبدأ ده، انت لو شايف واحدة ماشية في الشارع ولابسة لبس رقاصة، وهنا انا مش بستخدم مصطلح بيقلل منها، انا بستخدم مصطلح بيوصف اللبس اللي هي لابساه، بمعنى لابسة اللبس بتاع الرقاصة اللي بترقص، مهنة زي كل الحاجات اللي قلتها قبلها. فانت هتستنتج ان هي رقاصة، وهنا انا مش بتريق عليها، انا بقول لك بنفس المبدأ، وده وجهة نظر. تخيل نفس الفكرة دي لو واحدة لابسة لبس لابسة باراشوت على ظهرها، بنفس بقى المبدأ ده قيس عليه كل اللبس. وده المبدأ اللي بيستنتجه ناس معينة، اللي هو يقولك هي ليه لابسة كده ونازلة من بيتها كده. ولسه هنتكلم بعد كده وهنحاول نحلل الموضوع ده ونشوف ايه الصح وايه الغلط من وجهة نظري ومن وجهة النظر العامة، وهحاول افند وجهتين النظر في الموضوع ده. طيب فين بتنتهي حريتك في ان انت تقول هي لابسة ايه، او حتى يبقى ليك وجهة نظر في الموضوع، وفين بتبدأ، ومنين نقدر نوصل لحل وسط او حل يكون فير بالنسبة للناحيتين؟ الناحية اللي بتقول ما هي فعلا نفس المبدأ بتاع لو الدكتور لابس بلطو يبقى دكتور، هي لابسة لبس رقاصة فتبقى رقاصة. بص، هي الفكرة كلها بتعتمد انت فين، او بتعتمد على المجتمع اللي انت فيه او الكالتشر اللي انت فيه، هو اللي بيحدد لك اللبس اخره فين. وهنا انا مش بقول ان المجتمع بيطغى عليك او المجتمع بيطغى على تفكيرك، لا، المجتمع ليه ميراث كبير جدا او إرث كبير جدا من العادات والتقاليد، وناس عاشت قبلك. ودي حاجة ناس كتير يمكن هنا مثلا في أوروبا مثلا بينسوا ان في كالتشر كان قبلهم، وفي ناس كانت قبلهم، وفي مجموعة من الناس كانت عايشة قبلهم وكان ليهم عرف وتقاليد معينة، وده اللي بيحاولوا من وجهة نظرهم انهم يتحرروا منه. فنقدر نقول ان هو ده الليمت اللي بيحدد ايه اللبس اللي هو بيبدأ رقاصة وبينتهي في حريتك الشخصية. وده ناس كتير بتعترض عليه، وده هنرجع نتكلم عنه، فكرة انا حرة مالكش دعوة انا البس اللي انا عايزاه، هنتكلم عنه. بس خلينا نخلص اول جزء، وهو فكرة مين اللي بيحدد الليمت ده. اللي بيحدد الليمت ده هو المجتمع اللي انت فيه. مش معناها ان المجتمع بيقيدك، لا، معناها ان انت فرع من شجرة، شئت ام ابيت انت فرع من شجرة. الشجرة دي ممكن تكون عيلتك، الشجرة دي ممكن تكون مجتمعك، الشجرة دي ممكن تكون القارة اللي انت اتولدت فيها، حظك بقى استحمل. بس اي فرع مهما كان لا يوجد من عدم.
انت مرتبط بشجرة، والشجرة دي ليها ظروفها وليها عاداتها وليها تقاليدها. في ناس كتير حاولت تتحرر من الموضوع ده زي أوروبا مثلا وبره مصر، لكن اتكلم على مثلا كل المجتمعات العربية ليها إرث معين أو ليها تراث معين، ده بيبان في الليميتس اللي محطوطة. طبعا مدى تقبل الناس للعادات أو لللبس اللي البنت لابساه أو الراجل لابسه ده بيختلف على حسب المكان اللي انت موجود فيه، وده يمكن أشرس شوية ناحية الست، ده بسبب العادات العربية، وده بسبب المنطقة اللي انت عايش فيها، وليه أسباب كتير ومش هنتطرق ليها دلوقتي. بس خلينا نعتبر ان الحاجات دي موجودة. زي ما وصفنا كده الشجرة انت مش هتقدر تحركها بسهولة ولا هتقدر تحاربها، انت مجرد فرع، والشجرة دي فاكت يعني حقيقة، تغييرك ليها مش بالسهولة اللي انت متخيلها. طيب هل ده صح ولا غلط؟ ده مش موضوعنا دلوقتي. موضوعنا دلوقتي هو ان الناس بس تفهم ان انت جزء من كيان. وخلينا ناخد امثلة، يعني امثلة مثلا كل جنوب أمريكا الجنوبية لغاية دلوقتي لسه موجود القبائل اللي كانت موجودة، ولو هتلاحظ كلهم لابسين نفس اللبس، أو الستات لابسين نفس اللبس والرجالة لابسين نفس اللبس. اللي حدد اللبس هنا هو المجتمع، والمجتمع اللي انت عايش فيه قرر ان هو ده اللبس من أول التشيف بتاع القبيلة أو القائد بتاع القبيلة لغاية الطفل الصغير. فده بيثبت لك بس ان انت جزء من كيان. فيمكن هو ده اللي بيحدد السؤال الأولاني خالص اللي احنا سألناه، واللي هو هي ايه اللي لبسها ده. طبعا ده الجزء الأولاني من الموضوع. نرجع بقى للجزء التاني من الموضوع، وهو الشخص اللي بيبص أو الشخص اللي بينتقد أو الشخص اللي بيقول الجملة دي هي ايه اللي لبسها كده، أو هي لابسة كده ليه، أو هي فاكرة نفسها فين. الشخص ده بقى تعالوا كده نقعد واحدة واحدة ونتكلم عنه. خلينا نفرق ما بين نوعين الناس اللي بيعترضوا على اللبس واللي ليهم وجهة نظر في الموضوع. في نوع اكتيف اللي هو الشخص اللي بيعاكس واللي ليه وجهة نظر في الموضوع، سواء بقى بإيجابي أو سلبي. إيجابي بقى اللي هو يا بنتي ربنا يهديكي والبسي كده واسمعي كلام بابا وماما، وعارف النوع ده انت. وفي نوع اللي هو السلبي اللي هو بيعاكس وعامل زي عارف الكلاب البرية دي، مع احترامنا للكلاب. وفي نوع بيبص بس. طيب أنا ليا وجهة نظر يمكن تكون مختلفة شوية وغريبة شوية، بس أنا شايف إن الشخص لو بيبص من غير أي أكشن، يعني ولا البنت نفسها شافته، يعني ما حسيتش بالإهانة إن هو بصلها، ولا قال أي حاجة، ولا قاعد يتريق عليها مع حد، أنا شايف إن ده نوع هارملس. يعني مع نفسك، مدام هي ما شافتكش، ومدام انت ما اهنتش حد، ومدام ما قعدتش مع اصحابك تتكلم على الموضوع، انا شايف انت ما ضررتش حد. يعني انت بتبص زي ما اي حد بيبص على اي حد في الشارع. دي وجهة نظري. طيب لو تعديت ده، يعني لو انت بقى بصيت وبدأت تتدخل، بقيت شخص اكتيف، هنا برضو في نوعين. في نوع اكتيف ايجابي، وفي نوع اكتيف سلبي. انا ضد الاتنين. الإيجابي ده برضو ده حد شايف إن هو على عاتقه إن هو يصلح الناس، وده حاجة كويسة ليه، بس مش كويسة للشخص اللي انت بتكلمه، وهو ده اللي أنا مختلف معاه دلوقتي. ده الشخص الإيجابي اللي هو ممكن يكلم والدة البنت، أو يخش يكلمها بالأدب، أو بنت تروح تكلم بنت وتقول لها ليه يا بنتي لابسة كده وليه مش لابسة كده والكلام ده. أنا شايف إن الشخص ده أخذ على عاتقه إن هو يصلح المجتمع، وأنا شايف إن ده كان ينفع في ظروف معينة مختلفة عن الظروف اللي احنا فيها، وفي وقت معين غير الوقت اللي احنا فيه. وده يمكن اعتراضي الوحيد على إن أنت تبدأ تاخد حركة أكتيف باعتقاد منك إن أنت هتخش تصلح المجتمع. والشخص ده برضو عمل assumptions كتيرة جدا، او عمل استنتاجات كتيرة جدا. ان هو تخيل في الاول مثلا ان الشخص اللي قدامه ده نفس الدين مثلا، نفس المعتقدات، من نفس البلد، من نفس الخلفية اللي هو متربي فيها،
وهو عمل الحاجات دي كلها assumption. يعني هو تخيل ان خلينا ناخد مثال. هو تخيل ان البنت اللي هو رايح يكلمها دي، او البنت اللي رايح تكلم بنت، تخيلت ان البنت اللي رايح تكلمها دي من نفس الدين، وتخيلت ان نفس البنت دي مصرية مثلا، خلينا ناخد المثال في مصر. وتخيل ان نفس البنت دي متربية نفس التربية اللي هي تربتها. فده طبعا كل ده تدخل غير طبيعي. وانا شايف ان انت تبقى عارف الحدود بتاعتك. مش كل الناس زيك، ومش كل الناس نفس تربيتك، ومش كل الناس نفس البيت بتاعك. فان انت تتدخل وتعدي الخط بتاع حدودك وتبدأ تتدخل في حدود حد تاني، انا شايف ان ده تطفل، وتطفل يمكن بنية كويسة، بس مش هيغير حاجة. اولا ان هو بيزيد العند وبيؤدي يعني المشاكل. وفي نفس الوقت ايه الهدف؟ يعني انا مش شايف ان انت هتقدر تصلح حد بالشكل ده. طب خلينا ندخل بقى لآخر نوع، وهو الشخص اللي بيعاكس. الشخص اللي بيعاكس ده هو شخص عنده، او انا بحس من وجهة نظري ان هو عنده اضطراب نفسي بشكل او باخر. لان خلينا نبقى واقعيين. يعني عايزك تاخد السيناريو كده من اوله لغاية اخره. يعني انت لما بتعاكس واحدة، هل انت مثلا بتعاكسها بغرض ان انت تعمل معاها علاقة غير شرعية مثلا؟ ما اعتقدش. ليه؟ عشان تعمل علاقة غير شرعية اولا لازم تكون نفس مستواك. يعني ما ينفعش واحد يبقى في مستوى قليل ويشوف واحدة مستوى عالي جدا، واول ما هيعاكسها هوب هتروح رايحة معاه ويعملوا علاقة غير شرعية. فده مش هيحصل. فخلاص، فيعني قبل ما الشخص بيعاكس خلينا نشوف كل الفرضيات. طيب الفرضية التانية، عايز تتجوزها مثلا؟ ما اعتقدش ان انت تبقى جاهز لو واقف في الشارع وبتعاكس كده خلق الله. مفيش واحدة هترضى بيك بالشكل ده. يعني مفيش جواز هيبدأ بالطريقة دي، او يمكن من وجهة نظري عشان برضو ابقى محدد. فانا شايف ان المعاكسة دي حاجة غريبة جدا، يعني حاجة مش مفهومة. الهدف منها غير معلوم، ورايح في حتة انا مش قادر افهمها. فده بالنسبة لي يعني يمكن أسوأ حاجة ممكن حد يعملها. يمكن منطقيا يعني it doesn't make sense. انت بتعمل كده ليه؟ ايه اخرك ايه؟ يعني انت دلوقتي لو هي وقفت وقالت لك اوكي تمام يلا انت تمام، هتتجوز بكرة؟ لا مش هقدر. مش قادر افهمك. يعني دي يمكن من الحاجات اللي برضو غريبة يمكن في المجتمع بتاعنا للأسف. ودي تاني سيجمنت عندنا في الحلقة. وبما اننا لسه بنتكلم على موضوع المعاكسة وعلى موضوع الستات وعلى العلاقات والموضوع ده، هنتكلم برضو على قضية معاصرة او حاجة حصلت حاليا او حاجة ترندنج. ومن الحاجات دي اللي انا حتى علقت عليها على التيك توك هي برنامج بلايند ديت. برنامج على اليوتيوب، وكان جايب مصممة البوركيني اللي اسمها هادية غالب، وشخص يعني اللي هو المفروض معاها في بلايند ديت، وده حد كان اسمه أحمد. وكانت حلقة يعني أثارت كثيرا من اللغط والنقاش زي ما بيقولوا يعني. وأنا يعني عندي تعليقين كان على الحلقة دي. فطبعا لو ما شفتهاش ارجع اتفرج عليها، هتلاقي برضو يعني في زي ما بيقولوا food for thought. يعني هتلاقي نفسك بتفكر كده كتير في العلاقات ما بين الرجالة والستات. اللي شدني للحلقة دي هو ان في رجالة كتير جدا جدا كانوا بياخدوا الراجل ده كهيرو. وانا فاهم هم يعني بيفكروا كده ازاي، بس خلينا برضو نحلل الموضوع ونفكر فيه. وفي ستات كتيرة جدا جدا برضو كانوا شايفين الراجل ده ممتاز، وده كان الأغرب في الموضوع. الناس اللي كانت شايفة ان أحمد شخص مسيطر يمكن، او مش مسيطر على الحوار، او عاقل، او ما لحقش يتكلم لان هي كانت بتتكلم على نفسها كتير جدا فما اديتوش فرصة انه هو يتكلم على نفسه. وفي ناس برضو كانت يا بتنط كده عارف وتسقف. يعني انا اتفرجت على ناس بتتفرج على الفيديو بيقولوا رأيهم، ودي من الشغلانات الممتازة اللي هي ناس بتتفرج وتفرجك عليها وهي بتتفرج. وكانوا بيقولوا يا ايوه اديلها على دماغها، شفت افحمها، مايك دروب بوم. وده كان لطيف جدا، لاني حسيت ان يمكن إن كتير من الرجاله شافوا مشكله عندهم الراجل ده بيحاول يداويها، لو يعني فاهم قصدي. يعني مثلا
لما هي بدأت تتكلم عن نفسها وعن شغلها وعن حياتها وعن كل الكلام ده، وقالت له أنا سافرت كتير جدا. قال لها سافرتي فين يعني؟ قالت له ده أنا شغلي والمش عارف مين. قال لها ما أنا عندي بيزنسز برضو في التجارة ومش عارف مين. لما جيت قالت له ده أنا عندي أتوبيسين. قال لها إحنا عندنا شركة بتعمل الرسومات اللي على الأتوبيسات دي. ولما جه مثلا قالت له انا مشهوره في السوشيال ميديا وكده، لا انا ما عنديش سوشيال ميديا، بس الشركات اللي عندي عندها سوشيال ميديا. فهنا يعني انا حتى لما جيت اعمل تحليل عن الفيديو ده، عملت تحليل كده ويمكن وصل له 500,000 دلوقتي. كان لطيف جدا انك تشوف الكومنتس، وده خوفني شويه لان حسيت ان في رجاله كتير جدا بيخافوا من الستات الناجحة، أو يمكن هم مش عايزين يقولوا كده، بس ده الواقع للأسف. وباين جدا من ردود الأفعال على الفيديو وعلى الكومنتري اللي أنا عملته، لو ما شفتوش هتلاقيه موجود على التيك توك. كان غريب جدا إن في ناس كتير جدا دخلت وتقول ده كينج، وده حطها في مكانها، وده أدبها، وكل ده مش منطقي. لأن أنت لو اتفرجت على الفيديو هتلاقي بوضوح إن هو الراجل ما كانش بيتكلم عن نفسه، فده خلاها هي تاخد الانيشيتيف. وده يعني اي واحد عنده بيزنس او اي واحد شاطر في مجاله دايما بياخد الانيشيتيف، لان هو ده الطريق الصح. ان انت مش هتبقى قاعد واخد باك سيت وقاعد ورا وساكت. لا، هي كانت بتتكلم على نجاحاتها وكانت بتتكلم على شغلها، يمكن زودت شوية بس دي شخصيتها، وده اللي هو استخدمه يمكن للأسف بطريقة مش كويسة. يعني أنا حسيت إن هو قلب الترابيزة عليها بشكل أو بآخر، بحيث إن هو بقى يبينها في ضوء وحش. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو لما بقى تتكلم كتير جدا بقى هو يسكت ويسيبها تتكلم كتير جدا، وبعدين يدور على خرم في الارجيومنت بتاعتها ويروح مدلها. ويمكن دي شوية بحسيت اكسبيرينس زيادة. يعني هو الراجل عنده اكسبيرينس زيادة زي ما هو قال، بس كلامه غلط. عارف انت لما حد يقولك كلام حكيم بس يعني بطريقة حكيمة بس كلام غلط. يعني لما جيت قالت له انا عندي 31 سنة، لا يعني بيبي. يعني في اي كتاب وفي اي منطق وفي اي كلام ان انت ممكن تقول لحد عنده 31 سنة بيبي. برضو من الحاجات المضحكة جدا ان هو لما قال لها انا خنت 3 مرات كتير، ازاي وهو قال لها اصل انت مش ناضجة او ما عندكيش خبرة. على فكرة في كل الكالتشرز وفي كل الاماكن وفي كل الدنيا، لو مرة واحدة محتاج تعمل جاستيفيكيشن واضح وصريح وتحاول تشرح اللي انت بتقوله. مفيش حاجة اسمها انا خنت 3 مرات او خنت كتير ومتوقع ان الموضوع يعدي عادي جدا ولا كأن حاجة حصلت. فده استوقفني جدا، واستوقفني ان في ناس شايفه ان ده عادي. يعني بيقول لك احنا هنموته يعني علشان خاطر خان 3 مرات. لا، محدش قال ان انت هتموته، بس احنا بنقول ايه؟ بنقول لما انت تقول انا خنت 3 مرات او خنت كتير، دي كلمة كبيرة وبتستدعي رد الفعل اللي انت خدته. ان هي قامت وقالت انا اقوم امشي، قال لك اصل هو اتهان لما هي قامت تمشي. طب ما هي لازم تمشي. يعني انا عايزك تقيس الموقف بالعكس. تخيل هو بيتكلم معاها وهي قالت له انا خنت 3 مرات او خنت كتير، ايه هيبقى رد فعله؟ هل هيقوم ولا هيكمل ويقول عادي دي خبرات؟ فهو ده يمكن برضو ليه علاقة برضو بالجزء الاولاني، فكرة ان الست يمكن بتتحط تحت منظار اكتر من الراجل، وبتتحط تحت الضوء يمكن أكتر من الراجل كتير جدا في قراراتها وفي عيشتها وفي حتى الليبلينج بتاعها. يعني حتى تسميتها كواحدة مطلقة وكواحدة عندها خبرة غير لما يبقى راجل عنده خبرة. يعني أنا عايزك تفكر مثلا في الجملة دي، ده راجل عنده خبرة ودي ست عندها خبرة، وإحنا بنتكلم هنا على علاقات. هتلاقي دايما إن ست عندها خبرة فيها نيجاتيف كونوتيشنز، أو يعني حاجة سيئة أكتر من راجل عنده خبرة. ودي حاجة محتاجين نفكر فيها كتير جدا، ودي حاجة فكرت فيها أنا فعلا بعد ما اتفرجت على الحلقة دي. ابعتولي على التيك توك أو على انستجرام فويس كايرو جاردن، وقولوا لي كده ايه رأيكم في الحلقة بتاعت النهاردة في التو توبكس اللي اتكلمنا عنهم، في الموضوعين اللي اتكلمنا فيهم. الموضوع الأولاني بتاع تلبس اللي هي عايزاه وهي حرة، والموضوع التاني وهو حلقة البلايند ديت بتاعت هادية غالب. مستنيكم واشوفكم الحلقة الجاية.